عندما يفقد الإنسان الأمل في الحياة فيسخر الله إنسانا وحيوانا لإنقاذه. جانا الولد يركض ما يدري هو إنس ولا جان، على طول ركبنا السيارة وجينا. حيث يؤدي الفرد مهمته بنجاح يستطيع بذلك إنقاذ حياة إنسان. وعمق البير تقريبا 20 متر. تسير حوض يصارع وحشة قبر الصحراء الذي امتلأ عقارب وأفاعي، والاستغاثة دوما بالله. قريب وتجيب دعوة مضطر. طالع للتنزه، هذا الكلام يوم الخميس تقريبا الساعة 3 العصر. كان الجو يعني جميل، كان بداية أمطار. كنت داخل بالسيارة حقتي تقريبا الساعة 3:30 العصر، وبداية دخولي كانت بداية سقوط الأمطار. وأثناء ما جيت بطلع من المنطقة ذي بدأت الأمطار بالغزارة، وبدأت المنطقة تصير طينية، وفجأة بدأت سيارتي تغرز، وفكرت إني يعني أستنجد بأحد. أول شيء خلني أجلس بالسيارة، وطالعت في الجوال ما كان في شاحن، قلت خلني أشحن الجوال، ما كان يشحن زين. وطلعت يوم بدأ يظلم الليل، طلعت فوق المرتفع ذا، طلعت فوق، كان على أذان المغرب بالضبط، أذان المغرب. طلعت فوق، قفلت السيارة طبعا كل شيء خلاص، ثم لقيت أحد بمشي هنا، ومشيت طلعت فوق المرتفع، ما لقيت نفسي إلا أنا أسقط، يعني حسيت بالسقوط، يعني مسافة مرتفعة مرة. أثناء سقوطي ما كنت أتذكر أي شيء، وتذكرت قمت ثاني يوم أتذكر في الصباح على صوت العصافير في البير هذا. قمت الصباح أطالع إني ما أقدر أمشي، وفجأة من عقارب أعوذ بالله وزواحف زي الحنشان صغيرة، وريحة مجاري أعزكم الله. ويعني وحاولت إني أقوم ولا شيء، إني ما قدرت إني أقوم مرة نهائيا. في ذاك الوقت عرفت إني أصبت إصابة يا كسر أو أعوذ بالله إعاقة ولا شيء. إيه كنت أستنجد بالخمس 6 ساعات لحد ما يغمى علي. بعد أفيق بفترة، بس الفترة ما أدري كم، يعني الفترة دي تقريبا من 5 ل 6 ساعات يكون يتم علي الإغماء، ويرجع مرة ثانية أستنجد في الليل. بعدين راح من عندي الخوف من الزواحف وذا، صرت أفكر كيف أجيب الموية، كيف إني أشرب موية. عاد بدأت تخيلات إن في وراي حنفية موية وأصوات موية وشلالات وذا، وهي أصلا ما وراي شيء، كلها تخيلات موية، وإن أحد يحط لي يقطر علي موية في فمي، ولا في أحد يقطر علي موية. إيه كل هذه زي ما يقول زي التخيلات وزي كذا. إيه طبعا الجوع كان شيء طبيعي، ما كنت أفكر بالجوع، كنت أفكر كيف أستجيب موية، كنت أفكر كيف أطلع من المحل اللي أنا فيه. بس أطالع في المحل اللي أنا فيه والإصابة ذي، يعني أنا ماني قادر أوخر الزواحف ذي السامة من علي، كيف بطلع المسافة ذي كلها. ففقدت الأمل نهائيا أصلا، قعدت أدعي الله، أقول يا الله إنك تطلعني من المحل ذا سالم، يا الله إنك تطلعني من المحل ذا سالم. أي في صباح اليوم الثاني قمت على صوت دباب اللي يلعبون فيه ذا، قلت الحمد لله هذا صوت دباب قريب من عندي. قمت يعني استنجد فيه برضه بال4 5 ساعات، بدأ ما يجيني. عرفت إنه يعني إني أتوهم أو إن راعي الدباب إنه يدورني، أتوقع إنه 200% إنه أتوهم، يعني صوت دباب. ما كان في أحد، لو كان في أحد كان سمعني. وبعد مرور يمكن 3 أيام وكان وقت المغرب، أنا قاعد أكلم بيني وبين نفسي، قلت أصلا لو جاء بكرة 200% إني ميت أصلا. سمعت صوت نياقة، أنا سمعت صوت الكلب، وقعدت أستنجد ما حد جاني. عرفت إنه ما سمعني، أو عرفت إنه مستحيل يسمعني من المسافة هذه. قلت أكيد إنه ما راح يسمعني لأنه ما جاني. أرسلنا الصغير يلحق البل يردهن ومع السلوقي حقه، وأثناء ما قربوا للبير سلوق الصيد هذا شم أثر أو حاجة زي كذا، دل شيء في البير، وجلس ينبح على فم البير وزي كذا. وجاء الصغير واللي هو زيد،
وصفق بيده في البير، ورد عليها الشخص هذا لا تخليني ولا تتركني أو حاجة زي كذا. جانا الولد يركض ما يدري هو إنس ولا جان، على طول ركبنا السيارة وجيناه. على طول وسألت في البير. أول ما جيت قربت البير، في أحد في البير يا ولد؟ رد علينا، رد علي الشخص اللي هو الأخ بدر الله يقوم بالسلامة. أنس وطايح في البير لي 4 أيام وأبغى لي موية، انقذني بالموية وعطشان مرة. على طول دقيت على الدفاع المدني في لحظتها بحزتها وبلغت. ألف واحد، ألف اثنين، ألف ثلاثة، كاف واحد، بلاغ. ألف واحد استلم يا عمليات. عن سقوط شخص داخل بئر يدوية مهجورة شمال مخطط وسيلة 2. الفرحة يعني ما أدري شو أسوي يعني. قمة الفرحة في ذاك الوقت يوم يناديني، قام يسألني يقول أنت أنس ولا جن؟ قلت له أنا أنس، ما أبغى بأي طريقة إني أروح من عندي، لأنه هو الوسيلة الوحيدة اللي طلعني من هنا بعد الله. قال لي إيش تبي؟ قلت أبي موية وأبي أروح بس لأهلي وأبي أطلع من هنا بس أنا قلت له حتى لو كنت خايف بس تقع الشرطة وراح. بس طلع الرجال ما قصر، بس قال ابشر أنا أعطيك موية وأوديك عند أهلك كل شيء، وراح من عندي. وما شعرت إلا بوجود رجال الدفاع المدني نازلين بالسلالم وصوت الطيارة، وذاك الوقت أنا ارتحت راحة نفسية وشكرت الله وحمدته. أنا في نفس ذاك الوقت أنا كنت أدعو الله، أقول يا الله أنك كنت قريب وتجيب دعوة مضطر، والحمد لله ربي استجاب دعوتي طلعني من المحل هذا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء